النهاردة احنا قررنا نفطر في بحري على البحر عند فلافلية. هتشوفوا بقى معانا أحلى فطار ممكن تاكلوه في حياتكم. بجد الموضوع كان رائع جدًا، وكان فيه حاجات كتير أوي، بدأنا طبعًا بالفلافل عشان هُم اسم على مسمى، بصوا شكل الفلافل عامل إزاي، الفلافل بقى محشية جبنة كيري غرقانة. بصوا بقى طاسة البطاطس اللي بالجبنة دي طعمها بجد يجنن، حلوة جدًا، وده طبق الفول بقى. بصوا طبق الفول العظيم ده أحلى طبق فول كلته ومتغرق طحينة، بجد كان تحفة. تعالوا بقى أوريكم الطاسة الكريسبي اللي طعمها بجد حلو أوي، يمكن دي من أكتر الحاجات اللي شدتني، ومعاها كمان الطاسة البسطرمة اللي بجد تجنن، كلها جبنة والبسطرمة فيها كتيرة، لأ بجد حاجة ليها قيمة، أنا أديها أكتر من 10 من 10، بجد من الحاجات المميزة أوي في المكان. بجد لازم ما تروحوا لازم تطلبوا الفلافل، ولازم تطلبوا الطاسات بتاعت الجبنة، أنا هما مميزين فيها هاوريكم جدا. هاوريكم ليه لازم تطلبوا الفلافل، بصوا المنظر ده معايا كده. بصوا الفلافل الموتزاريلا، طبعا في فلافل موتزاريلا وفلافل محشية جبنة وحاجات كده كتير قوي. بصوا المنظر وانا باكلها من كتر ان انا مبسوط بيها. فاطمة هنا نفسها تاخد مني حتة وانا يعني رافض شوية، بس هي يلا اخدت مني بجد يا حتة. جماعة أحلى فلافل كلتها، الفلافل كانت فظيعة. باي باي باي. باي.